السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم فيديو جديد اللي هما مملحات بالسوريمي والطون. غادي نحتاجو بطاطا مسلوقه، سوريمي، طون، مربعات الجبن اولا مثلثات الجبن والجبن المبشور. غادي نقوم باول حاجه، غادي نشد السوريمي، غادي نقطعو لطريفات صغيورين على هذا الشكل. كيف ما بعد ما ساليتو غادي نشد البطاطا، غادي نمعسها مزيان تتولي سو فورم دو بات. غادي نقوم باضافه سوريمي والمكونات الاخرين، غنخلط مزيان باش كيندمج داك السوريمي مع البطاطا. غنضيف الطون، ثم مربعات الجبن، وغادي نخلطهم مزيان باش داك الجبن كيدخل ليا في داك البطاطا كيذوب. راه هو كيجيبو معلك. كنضيفو ضروري شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار باش كنبننو، لان ما تضيفوش الملحه بزاف حيت غادي نزيدو الفرماج الحمر، الجبن المبشور، يعني باش ما كيعطينا كتجيناش لافارس مالحه. صافي من بعد غنخلط الكل وغتكون الحشوه عندي واجده. ها هي لافارس ديالي هنايا من بعد ما خلطتها مزيان، شتي كيندمجوا العناصر كلهم مع بعضياتهم، ما كتبقاش تفرق بيناتهم. صافي خديت هنايا الورقه، خديت انا الورقه الكبيره بحيث غادي نديرهم بشكل مربع. صافي كناخد الحشوه ديالي كنديرها على شكل كويرات، كنسرحها هكايا. صافي كنتني الورقه وغناخد مقص، غادي نقطع شويه ديال الورقه من الاخر باش كتجيني مقاده، ما كتجينيش فيها داك الدوره. صافي وغادي نبدا نلول البريوات ديالي. كتجي مربعه على هاد الشكل. صافي يمكن لكم داك الساعه تلصقوها شويه بشويه الزويته اولا بالطحين من بعد ما ساليتهم غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت وندخلهم للفرن. تقدروا الا بغيتوا تخبيوهم يعني يكونوا هي تصهدوا شي شويه وتخبيوهم، اولا الا بغيتي تخليوهم حتى تبغيو توجدوهم داك الساعه طيبوهم عاد دخلوهم الفرن، دخلوهم يتكونجيلاو. وبالنسبه هنايا الجبن انا غادي ندير شويه ديال الجبن عاد ندخلهم الفران. تقدروا ديروا تخليو حتى تبغيو توجدوهم يعني طيبوا تيطيبوا عاد ديروا شويه ديال الجبن. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم.